قطط وشعر قطط بيبقى مضايقني، فعجبني ان كل ده. السجاده جايه ما شاء الله تاخديها بالعدسه جديده اكنك بالظبط. لسه جايبه. هو التغليف ده بيبقى نوي الحاجه تروح مش متغلفه او ان هي منديه، عشان كده بنسيبها عندنا وقت. هي اوريدي بتخلص في ماكسيمم 10 دقايق السجاده نفسها، بس هو احنا بنحتاج ان هي تتهوى شويه، وده بيحصل عندنا هنا، ما بتتعرضش لاي نوع تراب. يعني انا ابقى عارفه جاي لي حد بكره تبقى السجاجيد هنا وبتتغسل وبتنشف وجاي لي زي الفل. ونقطه مهمه ان انت مش بتبقى محتاجه تجيبي السجاجيد وتودي السجاجيد والكلام ده، دي حاجة لا، هو حلوة احنا اللي أوي. بنوصلها لحد باب رائع. البيت، وبتبقى متغلفه وبيبقى عليها لوجو المغسله ما شاء الله. من كل حاجه، ما بيبقاش فيها حاجه ناقصه. عاجبني قوي يا خلود ان انت واقفه مع باباكي هنا ما شاء الله، الله اكبر، واقفه في ظهره وبتسانديه، دي حاجه حلوه قوي. هو كلنا ما شاء الله، صراحة. ربنا يحفظكم ويخليهم لباباهم، قادر يا كريم يا رب. ميرسي ذوقك. عايزه اقول لك حاجه يا خلود، انا منبهره، الله اكبر، كل اعوذ ربنا برب يخليك. الفلق، كل حاجه معموله حلوه قوي. هو بابا ربنا كان يرزقكم بيفكر ما في شاء الله. الموضوع ده ان ديتيلز قوي من الاول، ما بس شاء الله هو كل التفاصيل فعلا ما شاء الله موجوده، الله اكبر، ربنا بالظبط. يزيدكم ويديكم الخير. ميرسي وباذن الله تلاقوا ناس كتير قوي، باذن الله كل إن الناس شاء تيجي الله، إن شاء تغسل الله.